السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني والله وحشتوني جدا. يا رب تكون امتحانات كده سهلة وحلوة، وربنا ينجح ولادنا كلهم يا رب ويكتب لهم التوفيق ويفرحنا بيهم. تعالوا نعمل طاجن بطاطس باللحمة بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا، وفعلا هتحسي ان اللحمة دايبة من غير ما تسلقيها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا الطاسة بتاعتنا وفيها معلقة سمنة على حبة زيت صغيرين خالص، ونزلت عليهم بكام فص من الحبهان وكام ورقة لورا. واللحمة بتاعتي بقطعها وسط، ولا هي مكعبات صغيرة قوي ولا بسيبها بتقطيعة الجزار. يعني مثلا كل قطعة لحمة قطعيها على 3. ابدأي بقى شوحي فيها كده. اول ما تحطيها لازم تكون الطاسه سخنه جدا، اديها صدمه كده وما تقلبيهاش غير لما تاخد لون من الناحيه الاولانيه. بعد بقى ما يعني دخلت كده، ايه نقول خدت نص تسويه. جبت بصلايه حلوه كده وعملتها بالمبشره بتاعه الشيبسي، عملتها رقيقه خالص خالص بحيث انها تدوب معايا في الطاجن بتاعي. دعكتها بملح وفلفل ورشه بهارات. معايا بقى بطاطس، كيلو من البطاطس مقطعاه نص دايره كده، وكمان سايباها محمله كده ما تخليهاش رقيقه بحيث انها تستوي او يعني تستحمل التسويه معايا على بال اللحمه ما تكمل سواها. مقطعه طماطميتين مكعبات، مقطعه قرن فلفل اخضر، هاخد كمان واحد احمر. وبدات ان انا اقسم الخضار بتاعي ده كله في الطواجن. ما حطيتش بقى ولا دهنت زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. انا هحط شويه زيت على الوش، وقسمت اللحمه بتاعتي هنا وهنا. بصوا بقى، شويه البهاريز اللي في الطاسه دول مهمين جدا. حطيت عليهم كوبايه من الميه، اديتهم غلوه على البوتاجاز، ودول اللي هزود بيهم الخضار بتاعي مع اللحمه قبل ما اغطيهم وادخلهم الفرن. وفي المرحله دي بالمناسبه ممكن نشيل ورق اللورة خالص، احنا خدنا اصلا الطعم والريحه بتاعته. حطيت شويه زيت دوار الشمس بقى على الوش كده. جبت ورق زبدة بليته، المهم ان هو يبقى مبلول علشان اولا يقعد على يعني على الطاجن ما يتحركش، وفي نفس الوقت ما يتحرقش معايا بسرعة. دخلته على فرن سخنة، اخد معايا حوالي ساعة. ما شاء الله بقى تحفة. شوية الصوص اللي نازل بقى تحت ده بقى بالبصل والفلفل والطماطم طعمه حلو جدا. طيب انا ما رضيتش احط الكميه كلها في طاجن واحد علشان لما يعني اللي مش موجود معانا وهيجي بالليل يتعشى، يبقى الطاجن بتاعه زي ما هو محدش اكل منه. طيب الأكلة بتاعتنا دي مش محتاجة أي حاجة أكتر من شوية رز جنبها وشوية ترشي أو مخلل، أيا كان نوع المخلل اللي عندك، وعيش سخن كده وبألف هنا. تعالوا بقى نعمل تحلية سهلة سريعة مش مكلفة كمان بالمناسبة. معايا بضاية واحدة هعمل بيها 5 مجات من كيكة الشوكولاتة. طيب حطيت البيضة بتاعتي في الخلاط، عليها ورقة من الفانيليا وعليها كمان يعني شوية صغيرين كده من مصر كافيه، عشان طبعا المقاطعة بدل النسكافيه يعني. وهحط عليهم نص كوباية سكر، وكمان معلقة خل، يعني بضاية واحدة، ورقة من الفانيليا، ونص معلقة نقول من المصر كافيه، ونص كوباية سكر، وكمان ربع كوباية زيت، نص سكر ربع زيت. هنخل بقى معايا هنا ايه. الاول ضربت كل الحاجات دي في الخلاط، وهاجي بقى هنا انخل معايا كوباية واحدة بس او مج واحد من الدقيق. هحط عليه معلقة كبيرة من النشا، دي معلقة نشا. هحط كمان عليه معلقتين من الكاكاو، انا حطيت واحدة وبعد شوية اكتشفت ان لونه فاتح فزودت واحدة كمان. ودي معلقة واحدة كبيرة بس ممسوحة من البيكنج باودر. تمام كده. نقول تاني: مج من الدقيق، عليه معلقة كبيرة مليانة من النشا، عليه معلقتين من الكاكاو الخام، عليه معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. ما ننساش كمان ذرة ملح صغيرة خالص. بصوا انا زودت المعلقة التانية اهي عشان لقيت لونه فاتح قوي. طبعا ده يعني ايه بيتوقف على نوع الكاكاو اللي بتستخدميه. حطيت رشة الملح وقلبت بقى المواد الجافة بتاعتي دي كلها مع بعض. انا النهاردة مش هستخدم الفرن، هستخدم
الحاجة بتاعتي هسويها على البوتاجاز من فوق. جبت بقى المكونات اللي معايا في الخلاط. طب هتقولي لي انت لا حطيتي لبن ولا ميه ولا اي حاجه، فين المواد السائله؟ هقول لكم دلوقتي. انا غليت كوبايه الا ربع من اللبن الحليب، غليتها، يعني هي دلوقتي سخنه جدا. فانا ما ضربتهاش معاهم في الخلاط. ليه؟ عشان البضايه طبعا نيه، فمش هينفع انزل عليها بحليب سخن، لازم كله يختلط الاول وبعدين اضيف الحليب. نضفت بقى المكان بتاعي عشان الدقيق اللي اتنطور مني. جبت اهو نص كوبايه من الحليب السخن والربع كوبايه هنزل بيهم على الخلاط، بحيث ان انا الم كل البواقي اللي لازقه في الخلاط. نزلت بده كله اهو، وبالمضرب اليدوي قلبته كويس. ادي الربع كوبايه الحليب لميت بقى بيها كل البواقي اللي في الخلاط، واضفتها على الكيك بتاعي. المقدار سهل وبسيط، بضاية واحدة بس وتعملي على عدد أفراد الأسرة. يعني أنا عملت 5 مجات على عددنا. حلوة جدا بالليل، تحلية جميلة. الشتا بتحب الحاجات يعني بالليل كده، معرفش ايه اللي بيجرى، بس كلنا بنبقى عايزين حاجة مسكرة. لقيت عندي في التلاجة القطع المكعبات الشوكولاتة دي، فقلت ايه، اخلي لهم الكيك غني اكتر. بصوا بقى، المجات دي انا ولا دهنتها، هي اركوبال، فمش بتلزق فيها الكيك، بيطلع بمنتهى السهولة. فلا لا دهنتها زيت ولا دقيق ولا اي حاجة. بس انت تحسبا لو هتستخدمي مجات اول مرة تجربيها، فادهنيها افضل يعني. قسمت الخليط بتاعي، اخد مثلا حوالي نص كوباية كده، كل مج اخد نصه كده. وطبعا هو هيزيد وهتعلى، دي الكمية دي هتزيد معايا وهترتفع. حطيت مكعبات الشوكولاتة كده على الوش، وحطيت المجات بتاعتي في صينية، والصينية دي مليت حوالي نصها مية او 3/4 مية، وحطيت عليها شوية من الخل عشان الصينية بتاعتي ما تسودش، وغطيتها بغطا حلة كبير. بصوا بقى، بعد حوالي ساعة إلا 10 دقايق كده، الكيك بتاعي ما شاء الله ما شاء الله طالع تحفة تحفة. عليت وخفيفة وهشة وحلوة جدا جدا، والشوكولاتة اللي انا حطيتها على الوش سايحة جواها. فلما تيجي تعملي الاختبار بتاعك بالسكينة، ما حاولي ان انتي ما تحطيش السكينة في قلب قطعة الشوكولاتة، لان هي هتطلع سايحة فهتفتكري ان الكيك لسه ني. حطي السكينة بتاعتك في المكان بعيد عن الشوكولاتاية. شفتوا بقى وانا بقلبها؟ تحفة تحفة، بس كانت سخنة جدا على ايدي. بصوا بقى، انت في المرحلة دي استني لما تبرد. لو سقيتيها وهي سخنة هتحسيها معجنة، ما تعمليش كده، استني لما تبرد خالص وبعدين اسقيها. دي ايه معايا؟ كوباية من الحليب او كوباية الا ربع من الحليب، دوبت عليها معلقة من الكاكاو، معلقتين من السكر، وورقة من الفانيليا. ادتني نتيجة وهم كده، خلت الكيك معايا يعني بصوا غني كده بالشوكولاتة، طعم الشوكولاتة فيه قوي جدا. بس اهم حاجة انك تسيبي الكيك يبرد، ما تسقيهوش وهو سخن عشان ما يعجنش معاكي. وده كان غدانا، غدا سهل جدا وحلو جدا، وكمان تحلية سهلة وبألف هنا.